السلام عليكم. يلا بينا نعمل بطاطس بطريقة جديدة وجميلة وسهلة ومعانا وتطلع مقرمشة ومحمرة معانا. أول حاجة بنجيب بطاطستين كبار ونقشرهم ونقطعهم ونحطهم في حلة يتسلقوا على البوتاجاز ونحط لهم شوية ملح. قبل ما يتسلقوا نكون احنا قطعنا قرنين فلفل معانا. هنجيب قرنين فلفل، اذا كنت بتاكلي حامي ممكن تحطي قرنين فلفل حاميين، واحد احمر وواحد اخضر. ما عندكيش فلفل حامي او ما بتحبيش الحامي ممكن تقطعي فلفل كوبي. بعد كده بنجيب البطاطس وبنبتدي نهرسها. بعد ما بنهرس البطاطس بنكون محضرين معانا معلقتين نشا ونص معلقة فلفل اسود ونص معلقة ملح، بنجهزهم معانا. بعد ما نخلص هرس بنبتدي نحط الفلفل وكل ده واحنا بنهرس فيها. خلصنا الهرس بتاعها هنحط بعد كده الملح والفلفل الاسود. بعد كده هنحط عليها الجبنة، عندك اي جبنة موجودة عندك حطيها، جبنة شيدر ماشي، جبنة موزاريلا ماشي، جبنة تركي ماشي، اي جبنة موجودة ممكن تحطيها وتقلبيها كلها على بعض، تقلبيها كلها في بعض. بعد كده بنجيب كيس تلاجة ونبتدي نحط فيه كمية كويسة من البطاطس. بعد ما نفرد البطاطس بنفردها كويس، بتبقى اللي هو حوالي نص سنتي. بناخدها بنقطعها بطرف السكينة، بنعلم في الكيسة بنقطعها، وبعدين بناخدها نحطها زي نص ساعة في الفريزر او في التلاجة بحيث ان هي تمسك، لان كده البطاطس معانا سخنة فمش هتمسك معانا، هتبقى طرية. فاول ما تحطيها في التلاجة او في الفريزر بعدها بشوية هتلاقيها مسكت نفسها، هتبداي تفرطيها واحدة واحدة زي البطاطس كأنها بطاطس محمرة معاكي، وهتاخديها وتحطيها في زيت غزير وبتنك مقلياها. ما شاء الله هتبقى جميلة معاكي وهتبقى هشة من جوه وجميلة وحاجة بسيطة وبسرعة بسرعة هتلاقي نفسك عملتيها وربنا يحسن ما بين ايديكم. يلا السلام عليكم.